السلام عليكم. لا لا يا جماعة، والله ده كلام ما يعدي، ده فيديو خطير جدا جدا جدا. المرحوم شيكابالا لما طلع وقال عن الحديث اللي دار بينه وبين إمام عاشور في كاس مصر، قال ان إمام عاشور كان طلب منه التيشيرت بتاعه، مش قال كده مع إبراهيم فايق وكلنا سمعناه. قال كمان قال لك ايه، سأل ابراهيم فايق وقال لك ايه، قال لا لا كلام ما ينفعش اقوله، لا لا كلام بما يوحي كده ان امام قال له حاجه، يعني ممكن لو قالها لزعل جمهور الاهلي ولا بتاع، يعني يقول له ايه، لا كلام ما ينفعش اقوله، خليه هو يقوله. كهربا بقى النهارده مع سيف زاهر قال ان امام عاشور محملني رساله مهمه جدا جدا، لان طبعا امام عاشور موجود في معسكر المنتخب، كهربا ما انضمش لمعسكر المنتخب. فقال له بالنسبه لشيكابالا لما طلع وقال الحديث، قال الكلام ده كله كلام كذب، ان هو ما طلبش منه تيشيرت ولا حاجه. دي اول نقطه، خد بقى التقيل اللي جاي ما تستعجلش. قال ان شيكابالا طول الماتش وهما في ماتش نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت كان كل شويه يروح يقول له انت هترجع الزمالك السنه الجايه، هترجع الزمالك السنه الجايه، وامام عاشور ما ردش عليه. فجه بقى تالت مره امام عاشور قام حط ايده على التيشيرت كده على بقه وقال له انا دلوقتي في حته تانيه خالص. طبعا حرجه، يعني ما فيش موضوع، لا موضوع ان هو طلب منه التيشيرت ولا الكلام الهجس اللي قاله شيكابالا دي. كمان امام عاشور على لسان امام عاشور، كهربا بيوصل يعني بيقول ان هو بيحترم جمهور الزمالك، ما فيش بينه وبينه مشاكل، لكن هو دلوقتي ما ينفعش يكون في الاهلي ويسيبه، محدش يكون في الاهلي ويسيبه عند لاي نادي تاني، لان جمهور الاهلي في حته تانيه وهو في الاهلي في حته تانيه وبطولات الاهلي في حته تانيه جدا جدا جدا. الحقيقه كثفه رهيبه جدا جدا جدا. يعني المرحوم شيكابالا طالع وقال حديث كلام كذب عن واحد لسه موجود وعايش وحي يرزق وبيكذب على لسانه. طيب دلوقتي عشان الحديث ما كانش معلن وما كانش حد سامع هيطلع يقول لك لا هو ده اللي دار، لا اهو امام عاشور بنفسه طلع كذبه. تعالوا بقى نسمع حديث كهربا ونرجع. انا بس في حاجه كده بمناسبه، طبعا انت جبت سيره امام. امام وصل لي رساله النهارده، يمكن هو كان في معسكر المنتخب طبعا ما ينفعش يتكلم، هو وصل لي رساله، يمكن في حد طلع في احد البرامج يتكلم عليه ان هو عايز التيشيرت بتاعه والكلام ده كله. يمكن انا اقول الصراحه، يمكن على لسان امام عاشور وهو اللي بعت لي رساله، ان في نهائي كاس مصر اللي فات في كذا لقطه حصلت بنفس الكاميرا لما جت كده وهو حاطط ايده على التيشيرت، 3-4 لقطات. في 3-4 لقطات دول هو كل شويه يقول له هترجع الزمالك اخر السنه، هترجع الزمالك اخر السنه. هو احتراما طبعا لكبر سنه عشان هو كبير في السن، فهو ما رضيش يرد عليه. فجه في ثالث مره ولا رابع مره امام راح حط ايديه على التيشيرت طبعا، فاحترمه طبعا عشان هو كبير في السن، فقال له انا في حته ثانيه. ده الحديث، ده الحديث كله على ده لسان امام عاشور هو لما بعت لي رساله النهارده. تمام. قعد بقى بعد كل الحاجات دي يا كابتن، انا ما ينفعش ابقى في النادي الاهلي وافكر في حاجه تانية. ومعلش يعني الكلام اللي عشان انا في حمله كبيره قوي قوي على امام عاشور الفتره دي. ليه؟ وهو عايزين يعني زي ما كانوا عايزين يدمروني انا. ليه؟ ده امام الناس كلها في ظهره وكله بيشيد بيه. لا يا كابتن، هو عندنا في النادي الاهلي بس عشان هو يعني كان امام جمهور النادي الاهلي، هو دايما والله العظيم بحكي لي بجمهور النادي الاهلي يعني بحبه وحطه في حته ثانيه خالص. وطبعا يعني يمكن امام حتى النهارده برضو، عشان بس انا اجمع بس الكلام اللي بعتوا لي، ان امام بوصل رساله برضو لجمهور الزمالك ونادي الزمالك، هو ما عندوش مشاكل معاهم في اي حاجه، هو بيحترمهم جدا. هو بيحترمهم جدا ومفيش اي مشاكل معاهم خالص. هايل. فهو في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي دايما هو يقعد يقول ده جمهور مرعب، جمهور غير طبيعي، يعني حاطينه في حته بعيده جدا وبيحبوه جدا، وهيفضلوا طول العمر سند وظهر لامام عاشور. يعني ما فيش حد هيعرف يوقع امام عاشور خالص ان شاء الله. مبدئيا برضو قصه الحب اللي بينك وبين امام، الناس بتتساءل، واقف ورا امام كانك ابوه وانت في النهايه مش في الملعب، ايه الشعور ده؟ دي جديده. انا حسيت باللي امام بيحس بيه. على فكره امام ما بيتابعش حاجه خالص، امام مش في دماغه اي حاجه ولا بيتابع اي حاجه خالص بجد والله العظيم. يعني هو عنده حياته واسرته على طول معاه، ويمكن انا يمكن بتكلم معاه على طول مع اسرته وعلى طول في النادي، ما بيتابعش اي حاجه. فانا امام انا كل المرحله اللي امام عدى بيها ديت
الفترات اللي فاتت دي كلها امام محترم بصراحه. وغلبان جدا. اه ما انا عارف. بس بحبه. لما تشوفه والله العظيم هتعرفه كويس والله العظيم يا كابتن. إمام لا هو حبيبي. بيحبك جدا لا امام والله. حبيبي. فهو طبعا يا جماعه الزمالك وجماهير الزمالك اصبح عندهم هسهس في دماغهم من ساعه انتقال امام عاشور. الضربه كانت جامده صراحه، انا عذرهم فعلا يعني، لان انتقال لاعب بحجم وقيمه ومهاره امام عاشور من الزمالك للاهلي ايا كان الطريق يعني بيمثل صدمه كبيره. لكن هو اللاعب ما هو كان في الزمالك، يعني دلوقتي هو مش كان لاعب في الزمالك، ليه الزمالك ما حافظش عليه وليه ما جددلوش وليه ما خلاش يلعب فيه؟ يعني انت ما تلومش اللاعب ان هو انتقل لنادي بعد انت ما فرطت فيه وبعته. وبعدين اللي بيقول لك اصل كوبري وما كوبريش، طب هو انت مش بعته لنادي دنماركي؟ طب انت لما انت عايزه ومحتاجه بعته ليه اصلا لنادي تاني؟ ولما جالك ما جددتلوش ليه؟ وبعد كده بتلوم ان هو راح الاهلي. هو الاهلي هيلوم هيعمل ايه؟ لاعب كويس محترف، لاعب عنده امكانات مهارات، الاهلي اشتراه وبيلعب في النادي الاهلي. لا لوم على الاهلي ولا لوم على اللاعب، انت كان في ايدك اللاعب وما قدرتش تحافظ عليه. وبعدين برضو ما انت كفايه عليك برضو يعني عبد الله السعيد، رحت اشتريت عبد الله السعيد اهو يلعب معاك كمان 7 8 سنين ولا حاجه، وبعدين كفايه عليك يعني.